زين، انت قلت انه انا من دخلت الكليه ردت اخفي هويتي. نعم. هو القرآن مقيد؟ يعني قارئ القرآن عندما ينتمي الى هذا العالم يكون مقيد لو عليه ان يدقق بحسابات التعامليه مع الناس؟ لا، هو غير مقيد بس يحمل مسؤوليه. شلون يعني؟ راح تقول شلون؟ يعني انا بالكليه من دخلت وعرفوا انه انا قارئ قرآن، الانظار صارت كلها موجهه الي. يعني بها شي يسوي هذا معناته التصرف صحيح. يعني كانما اني يعني صرت ابيح الاشياء، يعني احلل الاشياء واحرم الاشياء. هسه قد يكون يعني شويه مبالغ به، لكن بهذه الدقه. اكو موقف يعزز هذا الكلام. بيوم التخرج دكتور ايوب الله يرحمه توفى، فاني يعني محضر الرساله مالتي، فقال لهم بهاء اعرفكم عليه قارئ قرآن. زين، فهم تعرف بالتخرج بالعاده ما يقعدون بس جماعتنا يعني نعم. اللي دفعتي، لا صباحي ومسائي كذا. فقال لهم بهاء قارئ قرآن. خاف فد يوم دكتور ايوب تسوي له نفسه على ارتكاب خطأ او ذنب معين، تلاوة بهاء الذكره ويرجع للطريق. فهذا الموقف ما انساه اني. يعني هذه الكلمه خلتني اعتز كثيرا 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 انه انا كوني قارئ قرآن.